انا اكتشفت بعد سنين وسنين ان مشكلتي هي consistency. وعشان تفهم اكتر انا بتكلم على ايه، خليني اقولك قصة سريعة. انا بقالي مثلا almost 8 سنين او 9 سنين بنزل الجيم، وبعد كده بدأت اخد حتة السترينث او ان انا الفت heavy weights سيريس بقالي مثلا 3 4 سنين. في اخر كام شهر انا بدأت الفت ويتس مكنتش احلم ان انا اشيلها بقالي فترة. المشكلة ان الجينز اللي جاتلي دي جاتلي في الفترة الاخيرة دي، فانا بدأت اسأل نفسي اسئلة. اكيد مش البروجرام اللي انا باخده، بعد كده انا ما بضربش حاجة، ومش فجأة بدأت اضرب حاجة وانا مش واخد بالي مثلا. فاكيد في حاجة غلط في الموضوع. وبعد كده ما قعدت مع نفسي كده شوية، اكتشفت ان انا كنت consistent بس مش بزود حاجة. او انا كنت واخد ان consistency هي الجول، ان انا انزل الجيم وخلاص. يعني انت لو نزلت الجيم وقعدت تعمل نفس التمارين اللي بتعملها كل يوم زي ما هي، نزلت مثلا بتتمرن ربع ساعة ونص ساعة وقاعد بكرر الموضوع ده consistent بقالك سنين، هل هتروح في حتة؟ لأ. بس انت جوه دماغك بدأت تحكي لنفسك وتقول انا consistent وانا بقيت احسن وبنزل الجيم وتبدأ حتة الكونسيستنسي تاخد حتة في دماغك وتبدأ تفهمك ان انت جامد، انت راجل كونسيستنت. فتبدأ في مخيلتك كده تبدأ تحس ان انت بتعمل اللي عليك، ما بتوصلش للريزلت بس تقول من جواك انا كونسيستنت والموضوع بياخد وقت والكلام ده كله، ونبدأ نخش في وهم كده زي ما انا دخلت فيه فترة طويلة. لكن هي الحقيقة الكونسيستنسي هي مجرد مين ان انا اوصل للجول بتاعي، هي الطريقة لان انا اوصل للجول بتاعي، مش هي الجول بتاعي. ولما انا خدت بالي في الموضوع ده في الجيم الفترة اللي فاتت، بدأت ريفلكت الموضوع ده على بقية حياتي. اكتشفت ان دي مشكلة عندي في حياتي كلها. انا كونسيستنت في كل حاجة بس انا مبغيرش حاجة. انا قاعد جوه الكومفورت زون بتاعتي ومسميها الروتين، وده الكونسيستنت بتاعي. عايز تعرف انت عايش في الوهم بتاع الكونسيستنسي ده ولا لأ؟ ابدأ بص على يومك، على اسبوعك، انت عملت ايه الاسبوع اللي فات، انت عملت ايه الاسبوع اللي قبليه. هل انت في الاسبوع اللي فات والاسبوع اللي قبليه والاسبوع اللي قبليه حسيت بديسكومفورت، حسيت ان انت بره الكومفورت زون بتاعتك، ولا هو روتين ثابت وانت ماشي عليه ومفيش اي حاجة كانت بره الكومفورتبل زون بتاعتك؟ لو انت اكتشفت ان انت في الكومفورتبل زون بتاعتك، فاقدر اقولك ان انت زيك زي مضحوك عليك بموضوع consistency. مخنا بيصور لنا ان احنا consistent فاحنا ماشيين صح، لكن هي الحقيقة مش كده خالص. الحقيقة زي ما قلت لك الكونسيستنسي هي المين اللي بيوصلنا للجول بتاعنا، مش الان جول بتاعنا او الجول بتاعنا. ولو انت اكتشفت ان انت زيك ولو انت اكتشفت ان انت زي كنت في وهم الكونسيستنسي، فأول خطوة هي الأويرنس، إن أنت تعرف إن أنت في مشكلة. وده زي ما بيقولوا كده إن أنت تعرف المشكلة ده 50% من حل المشكلة. الباقي إن أنت تبدأ تبقى أوير أنت بتعمل إيه في يومك، أوير أنت بتعمل إيه في الأسبوع بتاعك. وهنا هيجي دور إن أنت ترايت داون الجولز بتاعتك بتاعت كل يوم، وتقعد كل آخر أسبوع. يعني أنا مثلا بقيت أقعد يوم السبت أبص إيه اللي أنا عملته الأسبوع اللي فات، إيه اللي أنا عملته الأسبوع اللي قبليه. نفس اللي بعمله في الجيم هو اللي بعمله في حياتي. ان شاء الله توصل للجولز بتاعتك واوصل للجولز بتاعتي. شكرا.